السلام عليكم، بسم الله الرحمن الرحيم. النهاردة هنعرض لحضراتكم موضوع مهم جدا يخص شيخ الأزهر أحمد الطيب. شيخ الأزهر أحمد الطيب بيعمل محسوبيات وبيعين محاسيبه في المناصب الهامة. يعني النهاردة أو امبارح يعني عين واحد بلدياته، دكتور أزهري، كان عميد كلية الدعوة الإسلامية، اللي هو الدكتور محمد عبد الدايم علي سليمان الجندي. عينه الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية. وفي الحقيقة هذا المنصب يعتبر مهم جدا في الأزهر، لأن مجمع البحوث بيقوم بمهام عظيمة فعلا. يعني من ضمن مهامه ان هو بيبحث، بيشوف القضايا والموضوعات والاحداث اللي حاصله فيه على المستوى المحلي او العالمي، ويشوف رأي الشرع الاسلامي فيها، ويبدي رأيه الشرعي في هذه القضايا اللي بتحصل في العالم او على مستوى مصر. تاني حاجة ان هو مجمع البحوث بيشوف الشائعات والبحوث اللي بتطلع بتطعن يعني في الإسلام والحاجات دي، والمفروض يرد عليها ويقضي على هذه الشبهات. فمجمع البحوث الإسلامية ده يعني حاجة عظيمة، حاجة كويسة. فالمفروض ما يدخلش فيه المحسوبيات والمعارف والحبايب والحاجات ديت. فعندنا ليه بقى الاعتراض على الدكتور محمد عبد الدايم ان هو يتعين في هذا المنصب الامين العام، وان كان مؤقت لحين ان هو يبقى يعني قانوني ورسمي. فلان الدكتور محمد عبد الدايم بلديات الدكتور احمد الطيب، يعني الاثنين بلديات، واحد من الاقصر. طيب معنى كده ان انت بتجيب الناس المعارف بتاعتك وتعينهم في المناصب المهمة، يعني بدون ما تراعي هل هو كفء لهذا المكان ولا غير كفء. ودي فيها يعني شبهة كبيرة جدا ان انت تجيب واحد بلدياتك وتعينه في منصب زي كده. بالتأكيد في ناس اكيد بيبقى لها حقوق في هذا المنصب اكتر من هذا الشخص مثلا. فكونك ان انت تجيب حد من الاقصر بلدياتك، فدي حتى لو هو على كفاءة عالية فتعتبر نوع من المحسوبية، ونوع من ان انت بتجامل معارفك وبلدياتك وكده، وده يعتبر مخالف للإسلام وللقانون. فالدكتور محمد عبد الدايم هو نعم كان عميد كلية الدعوة الإسلامية، ودلوقتي انتقل لهذا المنصب الهام. فالاعتراض كله ان هو من بلد الشيخ احمد الطيب، وده يعتبر يعني نوع من الشبهة في عدم الصلاحية في هذا المنصب. فطبعا الازهر فيه آلاف من الدكاترة اللي يصلحوا لهذه المناصب، فما كانتش واقفة يعني على واحد بلدياتك. فالمحسوبية يعني داخلة كمان حتى على مستوى المشايخ الكبار، اللي المفروض قدوة، والمفروض ان هم يعني مثل للضمير الحي والاعتدال، وتولي من يصلح في المكان الذي يصلح. لكن من الظاهر هذا الأمر غير موجود، وبيتم تعيين المحسوبيات والمعارف وأمثال هؤلاء. فنرجو أن يكون في هذا الموضوع في تصحيح، والدكتور محمد عبد الدايم لا يستمر في هذا المنصب ولا يعين رسميا فيه، لأنه دلوقتي هو القائم بأعمال الأمين العام وليس متعين رسمي. لكن لسه هينتخبوا حد ممكن يعني يكون هو، لكن هنشوف الأيام القادمة إيه اللي هيتم. والسلام عليكم ورحمة الله.